السلام عليكم. في ناس كتير بتبص للصعيد نظرة مختلفة وبيحط في دماغه صورة مش حلوة عن الصعيد وعاداته. في الفيديو ده بقى أنا هقول لك معلومات ممكن محدش كتير من الناس يعرفها عن الصعيد، تفاصيل مهمة هنعرفها في الفيديو ده. فرجاء في البداية كده لو انت ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي واشترك في القناة وشرفنا وانضم للقناة علشان تكون واحد من عيلتنا المتواضعة، وده طبعا بيزيدنا شرف. اما اللايك للفيديو ده فانا بسيبه دايما لذوق حضراتكم، ويلا بينا. أول شيء العادات والتقاليد هي سبب إن الصعايدة بيبتعدوا عن الموضة والكلام الفاضي، لأنه في ناس كتير بتعتقد إن أهل الصعيد ما بيعرفوش حاجة عن الموضة نهائي، وده كلام طبعا مش صح. فالشباب في الصعيد على دراية كاملة بآخر تقاليع الموضة، سواء من خلال زيارتهم للقاهرة أو شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التمسك بالعادات والتقاليد هي اللي بيخليهم يرفضوا بعض أشكال الموضة اللي مش بتتوافق مع عاداتهم وتقاليدهم. تكفيلة الدماغ دي تحمل مسؤولية وبتخلي صاحبها واثق دايما من كلامه، علشان كده بيصر على رأيه وما بيرجعش في كلامه. طبعا اي حد من الناس بيحط في دماغه ان الصعيد ما بيعرفش الفهم وانه غير قابل للنقاش بسبب تكفيلة الدماغ دي، والحقيقة تكفيلة الدماغ دي بتطلع عن حسن تقدير الامور واختيار الكلام بشكل صح، وده اللي بيخليه مصر على رأيه وقادر يتحمل المسؤولية في كل حاجة. لهجة الصعيد مش لهجة واحدة، غالبية الناس بتعتقد ان لهجة الصعيد لغة واحدة، وان اللهجة الموجودة في اسوان هي اللي موجودة في قنا وهي اللي موجودة في اسيوط والمنيا، لكن الحقيقة غير كده خالص، وان اللهجة الصعيدية بتضم جواها مئات اللهجات واللي بتختلف طبعا من محافظة لمحافظة، وممكن يوصل لاختلاف بين قرية والقرية المجاورة لها. ورغم ان الناس في الصعيد على كد حالها، لكن لا يمكن اي حد منهم ينام من غير عشاء او ينام في الشارع. وفي ناس طبعا مش بتلاقي قوت يومها، لكن غناية بالمقارنة ببعض المظاهر اللي ممكن تلاقيها في القاهرة او في الاسكندرية. فما تلاقيش طبعا حد في الصعيد ينام من غير مسكن او من غير عشاء، طبعا سواء كبير او صغير. 90% من العلماء والمشاهير وقراء القرآن الكريم اصلهم من الصعيد. وفي ناس طبعا كتير واخدة فكرة عن الصعيد انه مفهوش تعليم، ودي طبعا فكرة خاطئة خالص. واللي طبعا ما حدش يعرفه ان 90% من العلماء والمشاهير واطباء ومسؤولين مهمين وقراء القرآن الكريم زي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي بترجع اصولهم من الصعيد، ده غيرهم من الاف العلماء والمشاهير في غالبية المجالات طبعا كلهم من الصعيد. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش دعم الفيديو بلايك وكمان الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، وما تنساش تشاركنا رأيك في التعليق. وشكرا لحسن مشاهدتكم، استنونا في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم.